أعزائنا المشاهدين في كل مكان، صحراء كان أو بستان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مومنتم تسويق. فاكرين فيلم أب؟ الراجل اللي ربط بيته ببالونات وطار بيها. كانت رحلة مليانة مغامرات ومحطات مختلفة، صحيح جامدة، بس كانت عبارة عن محطات مختلفة. التسويق عامل زي رحلة مليانة مغامرات، وانت ماشي فيها مع العميل بمراحل أو محطات مختلفة. زي ما قلنا في المقدمة، التسويق مش إعلان جامد بترميه في السوق يكسر الدنيا يجيب لك مبيعات خالص. التسويق في النورمال بيمر ب3 مراحل. أول مرحلة قبل ما يعرفك، تاني مرحلة وقت ما بيتعامل معاك، وتالت مرحلة بعد ما بيشتري منك. المرحلة بتاعت قبل ما يعرفك دي المرحلة اللي العميل مش عارف عنك حاجة خالص. هدفك فيها تخليه يحس إنك موجود وإنك فاهم مشكلته. مثال بسيط، واحد اسمه محمود صاحب شركة زهقان من مشاكل الاي تي اللي عنده. شاف إعلان بيقول 5 حلول سحرية تتعلق بالاي تي. دخل على الصفحة لقى مقال مكتوب وجميل واستفاد منه. كده بدأت الرحلة مع محمود. شابوه يا حودة. أهم خطوة هنا إنك تحدد السوق المستهدف صح. ما ينفعش توجه إعلانك للعالم كله، اتكلم مع الناس اللي فعلا محتاجينك. الإعلان بيكلم حد معين بيأثر فيه جامد قوي. الحلقة دي هنتكلم فيها يعني إيه نيش وإزاي تلاقيه، وهنتكلم عن حاجة اسمها BVB Index، ودي هتفيدك جدا وانت بتحدد الجمهور المستهدف. واخر حاجة هنتكلم عن نقطة اسمها الافاتار، وازاي ترسم صورة للعميل في دماغك. فاكر وانت صغير لما ماما كانت بتقول لك تحب تاكل النهاردة؟ فتقول لها يا ماما انا بحب كل الاكل، فتروح عامله لك سبانخ. فتقول لها ماما انا بحب كل الاكل ما عدا السبانخ. ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته. دي قاعدة ذهبية في الادارة تنطبق على التسويق. الاعلان اللي بيستهدف كل الناس عامل زي الراجل اللي واقف في الشارع وبعلو صوته عمال يقول قرب قرب قرب، انا ببيع كل حاجة حلوة، انا اكتر واحد بيبيع حاجات حلوة في السوق، وكل الناس عارفة انه بيبيع حاجات والسلام، وعلى الله حكاية، وإلا ما كانش واقف في الشارع. تخيل معايا مسابقة بين فردين، كل واحد فيهم داخل أوضة لوحده مليانة ضباب فيها 5 بلالين، وكل واحد فيهم معاه 5 أسهم و5 دقايق، واللي يفرقع أكبر عدد يبقى هو الكسبان. الأول قال أنا هضرب في كل حتة، وأكيد إعلاني هيفرقع، قصدي بالوناتي هتفرقع. ما هو مش معقولة أضرب في كل حتة وما يجيش في ولا بالونة. وفعلا ضرب الأسهم بتاعته أو الموارد اللي يمتلكها في كل حتة، ولأن الأوضة كبيرة ومليانة ضباب ما جاتش في ولا بالونة. التاني كان هادي وذكي شوية، قعد يفحص ويمحص ويدور ويجيبها يمين ويجيبها شمال، وقعد يتمشى في الأوضة، وكل ما يشوف بالونة يضرب عليها. قعد يصطاد ال5 بالونات في تقريبا ال5 دقايق. استغل ال5 أسهم وال5 دقايق، استغل موارده اللي يمتلكها صح. وعشان استغل موارده صح، ال5 إعلانات بتوعه فرقعوا. صعب قوي تعمل إعلان بنفس أسلوب شركة كوكاكولا أو بيبسي في التسويق. هي بتعمل براندنج، انت لسه صغير يا دوبك عايز الناس تشوفك وتشتري منك. شغل البراندنج في الأول وإن أنا بتاع كله مش هياكل مع الناس. من أراد أن يفعل كل شيء لن يتقن أي شيء، وخاصة لو كان في الأول. العميل لازم يحس إن الإعلان بيضرب في قلبه وفي عقله. عارف صاحبك اللي ما شفتوش من 10 سنين فتقول إيه ده محمود؟ يقول لك علوة أنت فين يا راجل؟ عارف اللحظة دي؟ الإعلان لازم يعمل في العميل كده، إحساس العميل وانبهاره بإن الإعلان جايله، وشعوره إن الإعلان ده ليه وبالاسم وبالسن. فاكرين إعلان إيجي بنك؟ أنت محدش عمل لك حساب، إحنا عملنا لك بنك. الإعلان ده كان بيخاطب شريحة صغيرة جدا ليها سن محدد، فعرف ينشن عليها ويصطادها، زي صاحبنا اللي فرقع 5 بالونات. أنت هتعمل كده إزاي؟ هقول لك بالتفصيل وباحترافية، بس المبدأ أصلا لازم يبقى موجود.